السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن تجربة جبنا لكم المنافس الأقوى لموقع وفر إكس اللي هو خاص بالكاش باك، اللي هو بيديك كاش باك على مشترياتك من أمازون أو سوق أو جوميا. في برنامج جديد اسمه يجني. برنامج دوت مع كل إحالة بيديك 3 دولار، وبيدي للي هيسجل بالإحالة بتاعتك 3 دولار، وفي نفس الوقت بيديك استبيانات. بتخش تعمل كومبليت للسيرفي، كل سيرفي بتعملها بتاخد عليها نجوم، وفي الاخر بيتحول لك لدولار زيه زي بوفر اكس كده، ولكن وزيه زي بوفر اكس برضه في موضوع الوقت اللي بياخده التفعيل فيه الكاش باك بتاعك. يعني وفر اكس بيديك حوالي 3 شهور، وبرضه يجني نفس الفكره على ما اظن، يعني هو 3 شهور ويبدا يديك الكاش باك بتاعه. بس ان هو يديك على كل حاله 3 دولار، ده حاجه كويسه جدا. بتبدأ أول ما بتنزل البرنامج، هحط لك الرابط في البوست أو في وصف الفيديو في اليوتيوب. بتدخل، ما بتخش على حساب، لا بتدخل على محفظة وتقول له أنا عندي رمز إحالة. برضه هسيب لك كود رمز الإحالة تقدر تدخله على طول، وبعد كده تبدأ ترسل رموز الإحالة لأصدقائك. برضه أقول لك تطلعه إزاي. وهنختار رمز الإحالة اللي هو دوت، برضه أنا هسيبه لك تاخده كوبي على طول وتحطه في البرنامج. بعد ما ندخلنا رمز الإحالة هتقول له استمرار. بعد ما دخلنا رمز الإيميل، هتقول له بقى ادخل بالايميل بتاعك. وخد بالك ان ما يكونش فيه مسافة بعد الايميل. تقول له قرأت وقبلت. استمرار، بعد كده تقول له استمرار. هيقول لك هتدخل كلمة المرور الخاصة بيك. بعد ما تدخل كلمة المرور دوس استمرار. طبعا كلمة المرور لازم يكون فيها حروف كبيرة وحروف صغيرة. طبعا بتدخل كود الدولة، رقم الموبايل اللي انت هتشتغل منه، تختار مفتاح الدولة. انا هختار مصر. اختار ايجيبت. بعد كده طبعا انا حاولت كذا مره اظبط الرقم التليفون، فانت بتحطه من غير الزيرو. يعني انت من غير الزيرو، يعني بتحط مثلا لو رقمك زي كده 12 8 6 1 9 1 6 1 9، بتشيل زيرو 12 دي، بتختار زي لما يكون انت اخترت كود الدوله بتدخل الرقم من غير اول زيرو. دلوقتي عايز يبعت لي الكود. انا وصلني الكود، فهنكتب الكود 8 9 2 4. هو كده ممكن يكون عشان الكود خد وقت في دخوله. 9 2 4. طب إعادة إرسال الكود. 7 6 6 1. تمام، هو كده الأول هو كان بعت لي كود، فقعدت شوية عقبال ما أدخل الكود، فهو اتلغى، فطلبت منه كود تاني فهو بعته لي. يبقى كده عندنا نقطتين مهمين: أولا تدخل الكود أول ما يوصل لك. النقطة التانية الإيميل، خد بالك إن ما يكونش فيه مسافة بعد دوت كوم. ورقم التليفون تكتبه من غير الزيرو اللي في الاول، بتختار كود الدوله وتكتب 12 على طول لو انت 012، ولو انت 010 بتكتب 10 على طول، وهكذا. الاسم وليكن مثلا احمد. استمرار. اللغه عربي، لغه عربيه. كونتينيو. الدوله ايجيبت. 3 متاجر وليكن هنقول مثلا امازون، ماشي. ومعانا هنا بيقولك اختار 3 متاجر: امازون وعلي اكسبريس مثلا وبانجود. لنبدأ. طبعا انت تختار اي 3 متاجر، مش شرط 3 متاجر مع بعض يعني. تمام كده، احنا كده دخلنا. طبعا هنا مفيش هنا لسه ما جاش موضوع الحالة الزيرو اللي فوق دي بتتغير لما بعمل اول عملية
الشراء بيبدأ ينزل لي $3 اللي انا كنت اشتريتهم، اللي انا كسبتهم يعني مع رمز الإحالة اللي هسيبهولك في الوصف. في نقطة تانية بقى، بيجي يقول لي الاستبيانات. هنعمل استفتاء مثلا زي كده. نبدأ. الذكر. السؤال التاني: كم عمرك؟ يعني وليكن مثلا ندخله، طبعا انت بتدخل، حاول تدخل بيانات حقيقية يعني. السؤال التالي: اختار إجابة. منين؟ مصر. السؤال التالت: تمام. هل تعمل أو أي شخص في عائلتك في الصناعات التالية؟ محاسبة. ماشي. تاني. نعم. تاني: ما اللغة التي تتحدثها؟ العربية. ماشي. كم عدد الأشخاص اللي عايشين في منزلك؟ مثلا هنقول 5. ماشي. ده طفل، ده طفل. طبعا الأسئلة ديت هيبقى ده طفل أنا حامل، ده طفل واحد أو أكثر من دون 18، ده طفل أو أكتر عمره من 9 ل 18، ده أطفال يعيشون في منزل بس أنا حامل والواقع الحاجات دي طبعا بيحس إن هو يبدأ يرشح لك آه وليكن مثلا هو هنا بيطلب منك تختار ولد ولا بنت. ولد ولا بنت مثلا هتقول وليكن ولد، وتقول له عمره قد ايه، وليكن مثلا 5 سنين. بس ولد، فانت بتدوس بعد كده على الزائد، خلاص انت كده ضفت ولد 5 سنين. ممكن تضيف بقى يعني تحط بقى الاولاد، مثلا لو قلت مثلا بنت مثلا عندها مثلا 8 سنين، يبدأ ايه يرشح لك المنتجات اللي هتتناسب معاك يعني. السؤال التاني: خلال 30 يوم الماضية كم مرة تسوقت في الإنترنت؟ مثلا وليكن 3 مرات. ماشي. تسوق على الإنترنت عادة هنقول مثلا أمازون وجوميا. عشان قلت له 3 مرات فيقول انت خدتهم من أنهي مكان، أقول له مثلا أمازون وجوميا مثلا، وليكن أمازون برضو. كده خلاص. وضعك الوظيفي حاليا أعمل مثلا. أي فئة تهدف في مؤسستك؟ آه، جزء كمبيوتر. تاني: كم عدد الموظفين الذين يعملون أقل من 10؟ ما هو أفضل وصف لوظيفتك؟ وليكن شريك. تاني: أي مميز في دخلك؟ ماشي. هل لديك أي دخل مصدر غير الراتب؟ لأ. ما هو أعلى مستوى تعليمي أكملته؟ شهادة جامعية. طبعا كل واحد بيكتب حسب البيانات كده. كده خدت $1. مجرد ما مليت الاستبيان ده كده أنا خدت $1. أول طلب بيديك 2000 نقطة، وبعد كده بتنزل، لو انت عندك مثلا على الكروم بتنزل الملحق بتاع الكروم دوت اللي هو بالنسبة لك اللي هو يقدر يديك الكاش باك لو انت بتتصفح من كروم مش عن طريق الموبايل. وبتقيمه على اب ستور، قيمنا على متجر التطبيقات، بتديله تقييم برضو، بتاخد فيه 20 نجمة، وليكن مثلا كده. كده. ماشي. ارسال. كده قيمته. ارسال. كده قيمته. فكده انت خلاص تقريبا عملنا كل اللي احنا عايزينه، فاضل لنا اول طلب بحيث ينزل لنا نقد فوز بيك. وتاخد 2000 نقطة كمان، وهتاخد $3 اللي احنا كده اللي انت ضفتك 122 جنيه. ارباح مدى الحياة 31 جنيه، واجمالي ملكك 31 جنيه، والمبلغ المعلق 91 جنيه دول اللي هم امتى لما اعمل اول طلب، ويبدأ بقى كده تعمل سحب للنقود. وبس. كده يعتبر يعني برنامج قوي جدا ومنافس فعلا لوفر اكس. نشوفكم في برنامج تاني وعن تجربة.